السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بنانيت؟ عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وأتم صحة وأحسن حال يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا بقى، هو يومنا الطبيعي، يعني ايه، حبيت أصور لكم من البداية شوية كده. طبعا أنا شربت قهوتي زي ما انتوا عارفين، وقريت الورد بتاعي وصليت ركعتين، وقمت بقى اشوف ايه اللي ورايا، ايه اللي قابلني بقى، وايه الدنيا عامله ايه معايا. فالحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. بصوا بقى، انا الحمد لله بسيب يعني بنوتاتي، الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، بيعملوا لي الشقه وبيعملوا المواعين بالليل كمان. فبالنسبه لي الشقه ما بقتش اعمل فيها حاجه دلوقتي، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. بصحى بقى الاقيها متوضبه وتمام وكل حاجه، مفيش حاجه غير ايه، السرير اللي انا ايه نايمه عليه بس. وساعات هما بيعملوه كمان، يعني ده فضل ونعمه من عند ربنا. فبيعملوا شغلهم كله بالليل، فبصحى الصبح بلاقي الدنيا ايه، تمام معايا. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، يا رب ديمهم نعمه في حياتي واحفظهم الزوال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. انا وانتوا وجميع امه محمد يا رب. بصوا بقى، ده فطارنا خفيف كده، فطرنا بقى ده فطار يوم الجمعة. يوم الجمعة ما بخرتش بصراحة، علشان الجيوب الأنفية عندي تعبانة شوية. عشان كمان يوم السبت هصوم إن شاء الله بإذن الله، فإيه ما تعبش. الجيوب الأنفية ما تتعبنيش بقى، والدنيا تبقى إيه، بس برضو ما زلت تعبت. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. كل سنة وانتوا طيبين بقى، عشان إيه، تسوعة وعاشورة، صح؟ كل سنة وانتوا طيبين، ويعود الأيام علينا بهنا وصحة وسعادة يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. مع اني والله يعني الواحد خد خبر البنات ال18 بنت دول اللي هم توفوا. يا رب، بجد صعبة جدا 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 على أولياء الأمور. فالأمهات بجد يا رب يلهمهم الصبر والسلوان يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. ودول شهداء يعتبر، يعني على ما اعتقد، لان هم خارجين لاكل عيشهم. ربنا يرزقهم الجنة الفردوس الاعلى ان شاء الله باذن الله، اللهم امين يا رب العالمين. والبقاء لله وحده. بس هي عشان جت فجأة بقى، فصعب على الامهات، ربنا يلهمهم الصبر والسلوان يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ودعواتكم بقى ليهم، عشان بجد الموت الفجأة ده صعب جدا جدا جدا. فالحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. كل ما جايب ربنا حلوة. حطيت بقى، عملت ايه، كان عندي كوباية ديت كانت فيها لحمة مفرومة، يعني حبة صغيرين، فقلت ايه، افطر فطار متين كده، عشان انا ناوية اعمل السجادتين الفاضلين. كان فاضل لنا سجادتين بقى، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، خلصتهم يوم الجمعة. اعدي الفطار كده ما ينفعش، رحت عاملة قهوة متينة كده تظبط لي بقية اليوم، وتديني طاقة كده وايه، ونخلص السجادتين على خير ان شاء الله، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. هم خلصوا، ونكمل بقية يومنا. القهوة دي العشق بجد، يعني مش عايزة اقول لكم. يعني بصوا، كان في ناس بتسألني على القهوة اللي بستعملها. بص يا بنوتة، دي من دار الملوك، اللي هو قدام، مع اني قلت والله كتير، اللي هو قدام كوكي بتاع الملابس، اللي هو عند المحكمة الجديدة، اللي هو جنب سالم بتاع الجزار. بصراحة احلى بن يعني لقيته في الخنكة. بتعامل معاهم على طول، بقالي سنين بتعامل معاهم، وبصراحة حلو وطعمه حلو، سواء في المكنة دي او في المكنة اللي تحت، او في الكنكة الفخار. كنكة الفخار اصلا حتى لو القهوة وحشة هتخليها لك حلوة. ولو عندك بن مش حلو مثلا، وعايزة تستغليه عشان هو بفلوس بقى وحرام وكده، وانتي بتعملي البن، حطي، بصي لا تسكر كده، نصرة ملح، لا تسكر، يعني الملح بيخليها ليها وش، وبيخليها طعم، يديكي نكهة الطعم بقى.
نكهة طعم القهوة اكتر يعني. نسراية ملح بسيطة جدا لا تذكر ولا بتشافش، يعني تشافش حتى بالعين المجردة في الفنجان الواحد، وجربيها وشوفي. لقيتيها اشتغلت تمام تمام، ما لقيتهاش اشتغلت في الفنجان التاني مثلا، حطي نسرية ملح زيادة شوية، هتشتغل معاكي وهتبقى زي الفل. حرام يعني البن بقى غالي دلوقتي، واكيد انت جايباه غالي وعايزة تستلذي بالطعم بتاعه، فايه اعملي كده. وطبعا لو في الكنكه الفخار بقى هيخليلك البن في حتة تانية خالص. انما بصراحة البن اللي انا بستعمله حلو جدا، وسواء في اي مكنة عندي شغال حلو، وسواء في الكنكه الفخار برضو شغال حلو. طلعت بقى مش عارفة دي بيتزا بقى ولا ايه. بصوا انا استغليت بصراحة ان انا عندي ايه، حبة لحمة مفرومة في الفريزر، فقلت استغلهم وحطيت عليهم حبة حاجات بقى كده، توابل وكده، وحطيت قرن فلفل وطماطم، وحطيت عليهم حبة جبنة موتزاريلا تحلي الطعم شوية. مع ان الفطار ده مش فطار، ده غدا يعني. حد يعني بما اني ايه هاكل اكلة يعني، هعمل شغل جامد. كل ده يا بنات عملته بقى، بقول لكم اهو. هشيل الحاجات دي كلها، السجاد ده بقى كله، عشان هغسل السجادتين في المدخل هنا. بما اني كده كده ايه، المفروض النهارده الجمعه وايه، واشيل يعني اكنس وامسح هنا، عزكم الله. وايه، وهكنس قدام البيت كمان. وعايزه اقول لكم الموبايل مش عارفه بامانه يعني، يعني فوق في المطبخ بيقول لي الجو درجة الحرارة عالية، مش راضي يشتغل. وهنا تحت اشغله يقول لي الرطوبة عالية، مش راضي يشتغل. مش عارف اشغله فين يعني، اشغل فيديو فين؟ بجد انا تعبت منه. هل تليفوناتكم كده برضو؟ بس انا عشان بسجل الفيديو كبير يعني، فمش عارفه. المهم قولي يا بنت ارغي. مش هنزل من على ودانكم، لازم ارغي معاكم كده، وبحبكم بقى واحب اتكلم معاكم. هي بس مشكلتي في الموبايل يعني. بصوا انا بقى طلعت الخرطوم بتاعي من المحل. الخرطوم ده ناس كتير جدا سألتني عليه. دي بتاعة كده جايباها بره الخرطوم، وحطيتها يعني لزقتها فيه بقى فيز، وبتفتحي بقى بيها وبتقفلي بيها زي ما انت عايزة. وليها مفتاح ايه لو عايزة المية جارية على طول بتعمليها. بس بصراحة حلوة جدا في الرش، وحلوة جدا في الغسيل السجاد، مريحة. ولا يا بنوتة افتحي المية واقفلي المية ومش عارفة ايه. لا، معاكي خرطومك ومعاكي الحنفية بتاعتك وتمام. بصراحة انا كان في كذا حد يعني سألني عليها، فقلت اسأل عليها بقت بكام دلوقتي يعني. انا كنت جايباها بصراحة ب70 جنيه. بسأل عليها عند الراجل لقيتها ب100 جنيه. يعني ليه عموما اللي عايز يجيبها، انا جايباها من هقول لكم فين، في شارع عارفين في شارع اسمه عندنا هنا شارع اسمه الشارع الجديد. الشارع الجديد ده قدام ايه، انا بحاول ابسط لكم الامور. هو مش عارفه اسم المحل بصراحه، مش فاكره اسمه قوي. بس هو بتاع حاجات بقى ايه، اللي هي بتاعت الرش وعزكم الله سم الفيران وحاجات الحشرات يعني، حاجات المبيدات الحشرية. آه، هو في اول في وش الجندي، ايوه في وش الجندي بتاع الريسيفرات. هتسألوا عليه، وجنب محل بقالة كده. هو في وش الجندي بالظبط يعتبر، وبعد مستشفى دار الياسمين، بعديها من ناحية اتجاه عربيات المرج. تمام كده، عشان اللي عايز يجيبه هو ب100 جنيه. بس معرفش برضو زاد تاني ولا لا، لان بيزيد بسرعة مهولة يعتبر. المهم بقى شوفوا حبة الرغي اللي احنا رغيناهم.
خلصنا السجاد بقى وخلصنا كل حاجة. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، يا رب ديمها عليا صحتي واحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. انا وانتو اقعدوا ادعوا كده بجد، اهم حاجة الصحة، اهم حاجة الصحة. بصوا بقى، حبة رغاوي هيخلوكي تقومي تعملي اللي وراكي. والله انا كنت كسلانة يا بنات، بس حاجة في حاجة في حاجة شدت الدنيا وخلصت كل حاجة. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. عايزة اقول لكم كمان خلصت السجادتين دول، وقلت ايه، اخد بتاعة قدام الباب دي، اللي انا الفرشة اللي انا بحطها قدام الباب، اخدها كده انا اعنشها شوية، مع ان الاريال خلص يعني. حطيت اريال اوتوماتيك بصراحة، حطيت حاجة بسيطة يعني مش كتير. بصوا بقى، وانا بغسل لقيت، وانا بمسح قصدي، بغسل السجاد، لقيت آه، مشترك واتملى مية بقى، مشترك تحت الايه الكنبة. حطيته بقى بره ينشف شوية وينزل المية اللي فيه، عشان نحطه تاني مكانه. هو وقع كان جنب الكولمن هنا، وقع يعني، مش مشكلة، يلا خير. بصوا بقى، شطفتها شطفة جامدة بصراحة. انا سجاجيدي كده كده يعني، شايفين المية اللي بتنزل منها، مش عايزاكم الله، مش وسخة يعني ومش متسخة. ده اللي مخليني بصراحة ما ودهمش يعني المغسلة، كده كده مش مستدعيين. انا بس بنشطهم بالمية بس، يعني بنشطهم بالمية والاريال بس، مش مستدعين اي حاجة صراحة. يعني شايفين المية اللي نازلة منهم والله بجد يعني. عشان كده بستخسر بصراحة ان انا ادفع فلوس في ايه، في حاجة مش متسخة يعني. وما عنديش بقع، ما عنديش حاجة بتقع على الارض منهم. فالمرحلة دي خلصتها، فاللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. انما بقى انت لو عندك بنوتات صغننين ولا اطفال صغيرة لسه بقى، انت داخله في مرحله عمريه صغيره بقى كده، هتفضل بقى ترمي وتتوسخ وتشيلي وتعملي، هي كل حاجه وليها مرحله. عيشيها بكل حلوها وبكل مرها. بس حاولي بقى تكبري دماغك شويه من اي حاجه بقى، قولي الحمد لله ربنا يخليهم ليا، ان هما بيدهولوا، وربنا يديك الصحه ان انت بتعملي وراهم. يعني حاولي تاخدي طاقه ايجابيه، ما تاخديش ايه، اي طاقه سلبيه كده. رشينا بقى السجادة التانية بقى دي، خلاص انا بقيت يعني ادعك السجادة واشطف، مش هلم بقى زي المشايات ما كنت بعملهم. لا، كنت بغسل يعني، ادعك السجادة واشطفها اول باول، لاني مش هقدر يعني المها واحطها تاني. فاهمين اكيد يعني، انتوا فاهميني. بصوا بقى هنا الايه، الاريا اللي كان خلاص بيفنش. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. يعني كده خلصت الايه، السجاجيد. فانا ايه، هستخدم بقى كل شهر ان شاء الله كيس اريال بس اوكسي، كيس اوكسي اللي هو العادي يعني. بس كملت بقى بقية الاريال بالايه، بالاريال الاوتوماتيك. وقلت يلا الحمد لله، ربنا يديمها عليا نعمة واحفظها من الزوال. كده كده انا ايه، ما بستخدمش الاريال الاوتوماتيك قوي يعني، الغسالة اللي تحت دي ما بستخدمهاش كتير. فقلت ايه، اخد كوباية مش هتأثر قوي يعني، بدل ما انا اقف على ان انا ما غسلتش السجادة يعني. طبعا مبلولة، وانا مبلولة فمش هعرف اروح اجيب ايه كيس اريال ولا حاجة. فقلت مش مشكلة، كله خير طالما عندك حاجتك في البيت تغنيك عن اي حاجة، صح. بصوا بقى، شطفتها. عايزة اقول لكم والله يا بنات، وانا بشطفهم يا ستي نزلي حبة المية احس ان انا عملت حاجة. قلت يلا خير، ورحت مصفياهم بقى بره زي ما انتوا عارفين. صفيتهم بره، على ما صفوا كنت انا ايه، غسلت مسحت اللي هو المدخل. شايفين المية راح على فين؟ دي حلاوة بقى السيراميك بتاعي. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. بصوا المية داخلة على البيبة، انا عندي بيبة في المدخل كده، المية بتخش عليها على طول. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. فدي افضل نعمة بجد. المية بصوا داخلة على البيبة على طول، يعني مش محتاجة تزقيها. والله انا كنت بس بزق الحبة الاخر اللي ايه، مسكت الخرطوم بقى عشان ما يجيرش الاريال،
عشان الاريال ما يجرش على السيراميك بقى. بقيت ايه، امسحه بالمساحة كده واشد واعمل. اظن بقى خدتي حبة رغاوي اهو، خدتي حبة نشاط وحيوية، قومي بقى اعملي حاجتك، خلصي اول باول كده. بصوا انا بديكوا يا اما غسيل مواعين يا اما غسيل سجاد. شفتوا الناس كلها بتوضب وبتروح مصيف، انا بروح مصيف في بيتي. شفتوا احلى مصيف. وتخلصي بقى حاجتك وتقعدي بقى تشربي فنجان قهوة كده. عايزة اقول لكم انا بعد كل ده بعمله بعد الظهر، على العصر اذن وانا يعني وانا بعمل. بس بصراحة مش فاكرة اذن امتى، وانا شغالة يعني اذن وانا شغالة. وايه بقى، حبة مية كل شوية، ايه، ابل العباية، كل شوية ابل العباية. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. اهو خلصت بقى السجاجيد وحطيتها بره، حطيتها على السور كده لغايه ما ايه، ما تنزل ميتها يعني تتصفى شويه، اقدر اشيلها واحطها على الايه، على الحبال. وهو غسلت بقى السيراميك كده كده نضيف بصراحه، بس عشان الاريال ما يجيرش في السيراميك. خدته بقى وخلصت. وبعد ما خلصت بقى هنا وخلصت قدام البيت وتمام، رحت عامله ايه، رحت واخده الشرشوبه ورحت عايصه فينيك. نفسي اشم ريحه الفينيك، انا معتمده الفينيك الايام دي جدا. بس بصراحه ما بجيبش الفينيك السايب، انا بجيب الفينيك الازايز. كنت جايباه ب12 جنيه من عند مجدي. تحفه، حبه صغننين خلولي البيت ريحته كله فينيك. وللاسف هو ده اللي عمل لي خلى يعني جيوب الانفيه تلتهب وتعبتني تاني يوم في الصيام. فالحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. بس كملت صيامي الحمد لله خير. فرشت بقى وبصوا، بس والله الكاميرا، التليفون قصدي، هو اللي ايه، هو اللي بقى يقول لي إيه، في رطوبة، مش هيشغل الفيديو يعني. تحت في رطوبة وفوق في سخونية، مش عارفة في ايه. اهرب، اخد التليفونات واهرب. وبجد يعني الواحد صعبان عليه يتكلم في الموضوع والله. بس البقاء لله. لأحمد حمدي، حد يسمعني يمكن تسمعوني، حد يقول البقاء لله، ربنا يجعله في الفردوس الأعلى. بجد مش عارفة لقوه ولا ما لقوهوش، بصراحة مش متابعة قوي. بس البقاء لله ونعمة بالله. مدام اللي وجه الله، ولا أحمد عامر اللي توفى فجأة. وكل المطربين دلوقتي بقوا يقولوا ايه، احنا هنعتزل، احنا اعتزلنا، احنا يعني اللي عايز يعتزل يعتزل. فيعني لازم حد يجرى له حاجة عشان نفوق. فيعني الحمد لله إلا من رحم ربه. ربنا يرزقنا الجنة الفردوس الأعلى يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا بقى، بعد ما فرشت وخلصت وتمام، العصر كان أذن طبعا، وخدت شاور ولبست لبسي بقى النظيف. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. قلت ايه، اصلي العصر. اوعي تفوتي صلاة، حاولي ما تفوتيش صلاة قدر الامكان، ده اهم حاجة. وخدت سبحتي بقى وقعدت اقرا الاذكار بتاعت بعد الصلاة وكده. قعدت شوية استجم شوية. بصراحة ما عملتش قهوة، كان نفسي اعمل قهوة بس قلت مش مشكلة. وبنوتاتي بقى كانوا صحيوا. بصراحة عملنا، يعني مش عايزة اقول لكم بس قلت اصور معاكم. عملنا بطاطس وبيض وجبنة والحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. وهو يوم وعدى وقضى. اصلا بنوتاتي تقولي لهم في غدا، في مش عارفه ايه، في بطاطس مقليه، يقوموا جري جري. بيحبوا البطاطس المقليه جدا زي الاطفال كلها اكيد. عملت لهم بقى بطاطس. الزيت يا بنات انا بخزنه، ما عنديش طاسه معينه لقلي البطاطس يعني. عادي الكمية اللي انا محتاجاها بقلي في اي طاسة. عشان كده ما بحبش انا الطاسة اللي هي بتتحط للزيت بس، دي بتخنقني صراحة. عنديش طاسة معينة يعني للبطاطس. الكمية اللي انا هعملها، باخد مقدار الطاسة اللي عندي اللي انا شغالة بيها عادي. واغسلها. وبعد ما بقى الزيت بيبرد،
يهدى كده شوية ببعده طبعا عن النار، ويهدى كده شوية بروح ايه، بروح حطاه في علب، مش علب، اللي هي برطمانات الازاز بتاعت الصلصة دي، ما بحبش ارميها بسبب كده. ويعني مثلا ممكن اغسلها مرة وما اغسلهاش التانية، يعني اروح رمياها واخد غيرها، اللي هي بتاعت برطمانات الصلصة دي. انا بحب اجيب البرطمانات اللي هي الهارفست. الهيرفست حلوة جدا بتاع للصلصة، فبرميهاش، بخليها لوقت زي ده. بحب احط فيها الزيت واحطه في التلاجة، في الرف كده. لازم الزيت يتحط في حاجة ازاز، ويتحط في الحاجة تكون ايه، غامقة، يعني مقفول عليها في التلاجة. اما بتتقفل طبعا النور ما بيقتش، فبتبقى غامقة. الزيت عايز يتحط في حتة مكتومة كده مقفولة، فده افضل حاجة يعني. وبستعمله مرة واتنين وتلاتة، وبيبقى نظيف بتاع البطاطس يعني. لو حاجة تانية بقى بروح شايلها على جنب تاني، لو انا محتاجاه في حاجة بشيل في برطمان تاني عادي يعني، على حسب الكمية اللي بتتشيل. وطبعا لما باجي اعمل البطاطس بحط الزيت على النار، واحط بطاطساية واحدة. اول ما تبدأ تبقلل كده وتطلع لفوق، يبقى كده ايه، الزيت اتقدح او سخن يعني. بروح ايه، سقط عليه البطاطس اول باول كده. عملت هي طاسه واحده والله يا بنات، وفاض منها مش عايزه اقول لكم يعني. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، يا رب دم عليا نعمه واحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بقوم ياكلوها حاف حتى يعني. قلت لهم طب كلوا حبه الاخر حاف، مش قادرين يا ماما مش قادرين خلاص. الف هنا وشفا على قلبهم يا رب. وفاض من البيض برضو، انا عامله بيضتين اتنين، وفاض من البيض. طبعا انا فطرانه فطار متين متين يعني. ف يعني يعتبر نقنقت معاهم في الغدا كده. انا لما بفطر ما بتغداش كويس، يعني ليا وجبه اكل فيها كويس وخلاص على كده. مش اجباري والله يا بنات، ولا عامله رجيم ولا حاجه، لا ده هو انا متعوده على كده يعني. خلاص معدتي خدت على كده. طبعا مش هنسى القهوه. بصوا قبل ما اقعد على الاكل كنت حاطه القهوه، وخلصت يا دوبك نقنقت كده معاهم وقمت. واللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. رحت ايه، لقيت القهوة خلصت. يعني انا دلوقتي بحط القهوة لسه على النار، انما لسه ما حملتش بقية الاكل، يعني مستنية العيش يسخن الحاجات ديت وايه، واحطهم على السفرة واشوف. وسبت بقى ديت، بص اهو الفطار، وسبت بقى القهوة على النار. ده الغدا، معلش حقكوا عليا، معلش هو غدا بسيط كده وحلو، بس والله بيشبع وبيأكل مش عايزة اقولكم. وخدت القهوة بقى المتينة دي وقعدت اشرب مع نفسي. وبكده يكون الفيديو خلص معاكم، اتمنى نول اعجابكم. باي. كومنت بقى حلو منك كده او لايك. باي، في حفظ الله يا بنات.